مجاملة في الدين، لا مجاملة. لما جاء رجل إلى الإمام مالك قال له: أريد الحج أو العمرة وأريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الإمام مالك: من أي البلاد أنت؟ قال: من أهل المدينة. قال له: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. قال: يا إمام، أريد أن أحرم من المسجد رجاء البركة. قال له: يا هذا، أحرم من حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا إمام، إنما هي بضعة أميال أزيدها في سبيل الله ولا أنقصها. قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ قال: أن ترى أنك سبقت إلى خير لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الجامع ذكر أن مؤذنا أيام الإمام مالك كان إذا أراد أن يؤذن بعد أن يصعد إلى المنارة يتنحنح قبل أن يبدأ الأذان، يتنحنح. فقال